قبل ما تقيم النهارده او تنتقد فتره حكم الرئيس السيسي لازم في البدايه نعترف ان مصر من بعد 30 يونيو ما حققتش حاجه خالص. هل في واحد دلوقتي يقدر يقول ان هو ما بيخش اي مستشفى من مستشفيات الدوله الحكوميه بيلاقي الخدمه اللي هو عايزها؟ حصل كده زي ما احنا مفيش الشوارع متدربكه، القذاره في كل حته، ما عملناش حاجه خالص. مفيش الكلام ده طبعا كان قبل حكم السيسي، لكن النهارده واللي بيحصل في مصر ده ولا في الاحلام. كفايه ان اقول لك ان السيسي قدر في 3 شهور بس يرجع الامل والتفاؤل وحب الحياه لكل المصريين. وبالله عليك ازاي الامل ما يرجعش لنفوس كل المصريين وسط الدلع والرفاهيه اللي السيسي النهارده بقى معيشنا كلنا فيها؟ ده كفايه ان اقول لك ان السيسي بنى 1100 مدرسه. عارف يعني ايه 1100 مدرسه؟ ده انجاز تاريخي. انا كنت بتكلم مع وزير التربيه والتعليم من كام يوم، وكان المخطط ان دايما نعمل في حدود 150 مدرسه كل سنه، وبفضل الله احنا نجحنا ان احنا نعمل حوالي 1150 مدرسه خلال السنه ديت. بسم الله ما شاء الله. تاتش وود. ده تقرير هيئه الابنيه اللي تم انجازه في 2013 2014. التقرير بيقول ان اللي تم الانتهاء منه 358 مشروع وليس مدرسه، مشروع. هو قال ان 1150 والكلام ده خاطئ. ان رئيس الجمهوريه بيروح له معلومات غلط. معلومات خاطئه. اوعى الفار يلعب في عبك وتصدق المدرس اللي كان بيتكلم وتكذب السيسي، او تظن ان السيسي كذاب وبيضحك علينا باي مشاريع وهميه والسلام. والدليل اهو، رئيس اتحاد المعلمين بنفسه هيقول لك الحقيقه. بعض الارقام اللي ذكرت في التقرير واللي ذكرت على لسان السيد الرئيس انها معلومات اخشى انها غير دقيقه. زي ايه؟ زي ال 1150 مدرسه. لم يحدث ان بنيت في مصر 1150 مدرسه. برضه السيسي كذاب. وايه يعني؟ مش مهم. كفايه ان السيسي النهارده بيوفر كل جنيه للدوله، مش زي مرسي اللي كان مضيع فلوس الدوله كلها على بنزين عربيته عشان رايح يصلي كل شويه. ايوه صدقني، مصر النهارده اتغيرت، وكل جنيه النهارده بيطلع للدوله بقى معروف هو رايح فين. رايح يبني البلد. 2 مليون دولار ديون مخالفات سيارات بعثة مصر الدبلوماسية بنيويورك. ايه المخالفات؟ بيركن مش في مكانه. اكتر بعثة بتدفع مخالفات في نيويورك هي البعثة المصرية. يعني احنا بقى فضايحنا بجلاجل. ده كفايه ان اقول لك ان مصر مش بتحارب الارهاب وبس، لا ده مصر كمان بقى بتحارب الفساد. يعني شوف الدوله النهارده ازاي بتكافئ اي مواطن بيفضح الفساد اللي موجود في شركته او في المؤسسه اللي هو شغال فيها، وشوف الدوله النهارده ازاي بتقف جنبه. المهم اوعى تحبط او تبقى ضد السيسي النهارده لما تلاقي الفساد في كل مؤسسات الدوله زي ما هو. ده يمكن بقت ميغه اكتر من الاول. اي مؤسسه في البلد حكوميه ميغه. المهم مؤسسات الاعلام، التلفزيون والاهرام والجمهوريه، هي دي المؤسسات اللي لازم نحافظ عليها. طبعا التلفزيون ميغه، عايز اقول لحضراتكم يعني ميغه، اهرام ميغه، بنت فلان وبنت علان، والجمهوريه والاخبار ميغه يعني مش عايز اقول لحضراتكم يعني. مش مهم مؤسسات الاعلام، طب المهم وزاره الكهرباء، هي ديت المؤسسه اللي لازم نحافظ عليها. الكهرباء ميغه. كل ده عادي مش مهم. المهم ان خلاص بقى عندنا مشروع قناه السويس، المشروع القومي اللي الدوله حبت تكرمه وعملت له طابع بريد مخصوص، بس بدل ما تعمله بقناه السويس غلطت وطبعته بقناه بنما. عارف يعني ايه النهارده مصر بقى عندها قناه سويس جديده؟ قناه السويس بيروج لها على انها، وللاسف الشديد في الوثيقه الرسميه، على انها قناه السويس الثانيه، في حين انها مجرد تفريعه من قناه السويس الاولى. لا توجد قناه سويس ثانيه. مش مهم، تفريعه، كفايه ان المشروع ده هيغير مستقبل مصر تماما. تم استدعاء فكره انه بنعمل مشروع قناه سويس ثانيه لمجرد اننا نبين ان احنا داخلين على مشاريع كبرى. وخلاصه تفريعه قناه السويس الجديده اللي بتتعمل النهارده هي ان الدوله اخذت من الشعب 60 مليار جنيه بفايده 12%، يعني 36 مليار جنيه. يعني الدوله النهارده بقت مديونه للشعب ب 96 مليار جنيه. واوعى تقول لي ان الدوله هترجع 96 مليار جنيه من ارباح القناه اللي الدوله نفسها اعترفت ان ارباحها مش هتزيد عن اكتر من 100 مليون دولار. انت عارف ان احنا محتاجين كام سنه علشان الدوله ترجع فلوسها للناس؟ وانا باخد في الجان عني وعينين يا واحد يا نهار ازرق يا انا اشتغل عندكم 140 سنه. يعني الدوله هتدفع ال 96 مليار من موازنه الدوله، يعني حضرتك اللي هتدفعهم
من عجز جديد في الموازنه وزياده في التضخم والاسعار. يعني حضرتك برضو اللي هتدفعها من فواتير الكهرباء والغاز والتليفون والضرايب. يعني حضرتك برضو اللي هتدفعها من الدعم اللي هيتشال. ادوا للناس في الاول علاوه يفرحوا بيها، بعد كده هنرجع منهم اضعافها. زودوا لهم فواتير الكهرباء وفواتير التليفونات وفواتير الغاز. ولو فكرت شويه هتعرف ازاي بيتنصب علينا النهارده. عدد السفن اللي بتمر في قناه السويس يوميا 49 سفينه. المطلوب مننا النهارده بالتفريعه الجديده على احسن تقدير انك تحولهم ل 97 سفينه. يعني انت عايز تحول 5.5 مليار دولار سنويا هو دخل قناه السويس لاكثر من 13.5 مليار دولار. وكأن مشكله قناه السويس كلها في القدره الاستيعابيه، والتفريعه ديت هي اللي هتحلها في الوقت اللي حجم التجاره العالميه بيزيد على مستوى العالم لا يزيد باكثر من 5%. وخلينا في الحلقه الجايه مخصوص نقول لك ازاي السيسي النهارده افرغ مشروع قناه السويس من مضمونه وحوله لمجرد تفريعه عايز يزود منها عدد السفن اللي بتمر في القناه. مبروك علينا السيسي.